عالي، عيشتها عاليه، اكلها عالي، دخلتها عالي. يعني بصي البرستيج بيفرق معاها. انا عايز حاجة كده هاي ليفل، مظبوط، انا حاجة بصمجي. عالية. انا بصمجي، بس مش بصمجي بصمجي. بصمجة. مش بصمجي دبلوم صنايع. يعني انا دبلوم صنايع بصمجي بالنسبه لنفسي. بس اللهم لك الحمد، ده انا عندي مؤهلات عليا مشغلها عندي في المعمار. ما يعني شاء تلاقيه الله. شاب ما انت شاب زي عايز العسل، بقى، ما انت ميسور عنده الحال بقى. عنده ما انت ميسور عنده الحال. كليه وشغال. معلش في الكلمه، عنده. انا بالنسبه لنفسي يعتبر امي. الدبلوم بالنسبه لي امي. يعني بس انت الله. مثلا، طب هسألك سؤال. استنى، تفضل. مثلا يعني عايزها ايه بقى؟ مهندسة، دكتورة، بكالوريوس تجارة؟ ايه اللي في دماغك يعني؟ انا اهم شيء يكون تعليم عالي. بصي انا ما اجمعش، لانه في حاجه تعدي عشان حاجه، او حاجه تقبل عشان حاجه. بمعنى تمام. ما مم. كامل الا وجه الله. ممكن عشان هي طبعا. عشان هي حليوه قصيره شويه دي تقبل دي. عشان هي حليوه طويله شويه دي بتشيل دي. عشان حليوه شعراتها قصيرين، عشان حليوه عينها واسعين. سبحان الله، المولى عز وجل يعني ما بيكمل. المخلوق ده مش بيبقى كامل. اوعي تفكر ان المخلوق طب افرض، كامل. لقيتها حلوة بقى وجميلة وكله، بس مش متعلمة، تعمل ايه؟ لا مش عايزها. عهود منورة يا عهود. لازم يا جماعة مؤهل عالي، صح كده؟ مظبوط، مؤهل عالي. ليه؟ حتى المتعلمة أولادها بيطلعوا نضاف. بمعنى حتى ما مم. تعلمهم، بتعلمهم، ما يبقى فيه مم. اهتمام. تمام. لكن يعني يا معلش. جماعة اللي دبلوم او معاها ابتدائية او بتفك الخط ما تتواصلش معاه، لازم مؤهل عالي، صح كده؟ عشان نبقى واضحين. مظبوط ويا ريت يا ريت. البيت البيت لما البني آدم يوصلوا ما يدبش على الشباك، يدب على الباب. طبعا. ده يعني لازم. احنا مظبوط. فانا مم. كأنا اول ما يكون في نصيب بيني وبينها البيت، مم. الباب، اهلها. طبعا. ده شرط اساسي هنا، اه الدخول للبيت على طول. بس ده يعني ده حاجة مفروغ منها. اهم شيء يكون الزواج مش مصلحة، مودة ورحمة زي ما قال ربنا. تمام. اه طب افرض طلبوا منك، افرض لقيتها عيلة كده راقية وبنت متعلمة وجميلة، وطلبوا بقى مهر كبير وشبكة كبيرة، تعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ طب اقول حاجة، قولي لا اله الا الله. محمد رسول الله. انا جايب 150 جرام ذهب ايام ما كان ب 1800 جنيه. يعني يعملوا كام دلوقتي؟ يعني ان شاء الله ده يخش لهم في اقل شيء. اكتبي 100، اكتبي 100 مش هقول لك 150، قولي 100 جرام في 3000 في 2800. يعني اعتبرهم هيعدوا. فانا قصه مم. المهر كام سداد. حاجة؟ مليون يعني؟ مليون؟ سداد. لا ما يمكن ما يوصلوا مليون. بس احنا هنقول ايه؟ مم. كمهر سداد. القايمة اللي هم عايزينها من جنيه ل 10 مليون جنيه كفاءة أمضي. بس مقابل ده تكون جايبة كد اللي أنا هعمله، أو كد اللي أنا همضي عليه. مم. ما أنا معلش ازاي؟ صلي على سيدك النبي. عليه الصلاة والسلام. يعني أنت تاخدي قايمة عليا بمليون جنيه، وأنت مش جايبة معاكي مم. ب 15 جنيه؟ ده اسمه مش زواج جايبة ايه مصلحة. تقصد؟ مش فرشة يعني؟ تسلمي حاجتها، يا لولي. مش أغراضها، حاجات. حاجتها فهمت. يعني زي ما القايمة. تدفع زي ما هي تدفع. مش انا مش عايز منها حاجه. بمعنى يعني حاجتها هي اللي هتخصها. يعني انا مثلا مضيت على جايبه بمليون، وتكون جايبه اغراض ب 600,000 ب 500,000، امضي بمليون. 500,000 حق اغراضها، و500,000 حق رقبتها. فهمت، تمام. ما انا معلش في الكلمه، مش عشان تمام. اقول لك ده، مش عشان اقول لك ده شخص راجل مرتاح وراجل شغال بره وراجل معاه يبقى دبس الدباسه في ايدك. لا. تبقى هيصة بقى، يقول لك دي هيصة بقى. بالظبط ناخد كده. ونكبش بقى. بالظبط. لا احنا بنحط النقط على الحروف. تمام. ذهب ذهب. عموما. ذهب مم. انا ومقدرتي هجيب لها ذهب. عامه في تلتين الناس في مصر مش معي تجيب ذهب حاليا، لانه الحلا بح. مم.
انا الحمد يعني